يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في ديننا، وهي منقضات الوضوء. يعني إيه الحاجات اللي لو عملناها الوضوء بتاعنا بيبوظ ومبيبقاش نافع للصلاة؟ وهقول لكم إيه هي الحاجات دي، وكمان هقول لكم الدليل من القرآن والسنة على كل واحدة عشان نبقى فاهمين كل حاجة كويس. يلا بينا نبدأ. أول حاجة بتنقض الوضوء: الخارج من السبيلين، القبل والدبر. يعني أي حاجة تخرج من المكان اللي بنعمل منه حمام البول أو حمام البراز، زي البول نفسه أو البراز، ريح، وحتى حاجات تانية زي المزي والودي والمني. الدليل من القرآن: ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. النساء 43. ربنا هنا ذكر جاء أحد منكم من الغائط، وده العلماء فهموا منه إن أي حاجة تخرج من السبيلين بتنقض الوضوء. الدليل من السنة: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وده حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. وكلمة أحدث هنا معناها أي حاجة بتنقض الطهارة زي اللي خرج من السبيلين. تاني حاجة بتنقض الوضوء: زوال العقل أو تغطيته. يعني لو الواحد عقله مش موجود، زي اللي بيتجنن أو بيغمى عليه أو بيكون سكران مش واعي، أو حتى لو نام نوم تقيل قوي ومش حاسس باللي حواليه. الدليل من السنة: النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وده رواه أبو داود. يعني العين السهرانة زي الرباط اللي مانع خروج الريح، لكن لما الواحد ينام نوم تقيل الرباط ده بيرتخي وممكن حاجة تخرج منه وهو مش حاسس. وعشان كده النوم التقيل اللي مش بتحس فيه بينقض الوضوء، وده بينطبق على أي حاجة بتغيب العقل. تالت حاجة بتنقض الوضوء: مس الفرج باليد مباشرة من غير حائل بشهوة. يعني لو الواحد لمس عورته بإيده كده على طول من غير أي حاجة قماش أو غيره سترة بين إيده وبين عورته، وكان قاصد كده وعنده شهوة، لازم يتوضأ تاني. الدليل من السنة: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. وده رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. رابع حاجة بتنقض الوضوء: أكل لحم الإبل. والله زي ما بقولكم كده، أكل لحم الجمل بينقض الوضوء، وده حكم خاص بلحم الإبل. الدليل من السنة: سأل جابر بن سمرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وده حديث صحيح رواه مسلم. خامس حاجة بتنقض الوضوء: الرد عن الإسلام، عياذا بالله. لو الواحد والعياذ بالله خرج من الإسلام، ده بيبطل كل حاجة عملها من أعمال صالحة، ومن ضمنها الوضوء والصلاة. الدليل من القرآن: ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الزمر 65. والردة هي أعظم أنواع الشرك. دي كده أهم الحاجات اللي بتنقض الوضوء بتاعنا، ومعاها الدليل من القرآن والسنة عشان نبقى متأكدين من كل كلمة بنقولها. يا رب يكون الفيديو ده مفيد ليكم، وعرفتوا إيه الحاجات اللي لازم تاخدوا بالكم منها عشان وضوءكم يبقى صحيح وصلاتكم تتقبل بإذن الله. لو عندكم أي سؤال تاني اكتبولي في الكومنتات، ومتنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان غيركم يستفيد. نشوفكم في فيديو جديد قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.